انا ما كنتش اصلا رادي خالص ان انا ابقى عروسه معروفه يعني. داري على شمعتك تقيل. بس كده. صحابي عملوا لي حنه يا عم كبر دماغك. هاي امينه، ازيك يا محامي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اول حاجه منورانا. لا انا اول حاجه عايزه اقول انه احنا بنيجي جونه هنا كل سنه، ومن اكتر الانترفيوز اللي انا ببقى مبسوطه ومرتاحه ومتحمسه ان انا اعملهم هو بتاع جوسبس. والله العظيم ثلاثه انت مش هنموت فيك ازاي. وانا كمان زي ما قلت قبل كده انت من اكتر الناس بدايتنا كانت معاكي، وربنا الحمد لله فتحها علينا، بنتبسط في كل مره بيكرمنا مع بعض. وانا كمان. اول حاجه بقى اهلا بيكي في حلقه جديده من برنامج بره البوكس، وحلقه النهارده اسمها مسز امينه. دلوقتي ما شاء الله الله اكبر ان كنتي احلى عروسه السنه دي كلها عامه يعني، ما شاء الله عليكي. فدلوقتي هندخل بقى حبه حاجات ليها علاقه بالفرح وحياه قبل الجواز وحاجات كده سريعا عشان عايزين نتعرف على كذا جانب من القصه دي. أوكي. اول حاجه خالص التحضيرات والفرح. اول لحظه حسيتي فيها ان موضوع الجواز ده بقى طلع جد مش هزار امتى؟ هو بجد كل ده هو ايه اللي بيحصل؟ لا انا كنت واعيه جدا ان الموضوع جد من قبل ما اتجوز، من قبل اصلا لما ناخد الخطوه دي، وانا متاكده ان الموضوع جد جدا وحقيقي جدا. دي حاجه كبيره جدا وخطوه كبيره جدا على المستوى بتاع الفرح والايفنت وعلى المستوى الشخصي. فكنت مجهزه لها من بدري. هو بصراحه كام شهر اللي قبل الفرح الموضوع كان ملخبط جدا، علشان انا كنت مخلصه لام شمسيه، فاصلا نفسيا انا ما كنتش يعني اصلا رادي خالص ان انا ابقى عروسه وبتاع وكده. كنت لازم ادي لنفسي وقت ان انا الاند كده من بعد لام شمسيه، وان احنا نتخلص من اللي وكل الطاقات اللي مش بتاعتنا نرميها ونرجع تاني نحس بامينه موجوده، وبعدين نبدا ان احنا نعمل الحاجات اللي ليها دعوه بالفرح. اول لما بقى خلاص اي واز ريدي جت كان، فقمت طالعه على كان. انا كنت في كان 2 ويكس قبل الفرح، فطبعا ده جنان رسمي يعني. طبعا. انا ما عملتش اي حاجه من الحاجات التقليديه اللي البنات عاده بيعملوها. ايوه. صحابي عملوا لي حنه، فدي كانت احلى حاجه في الدنيا. دي غالبا ده كان بالغصب يعني، ده اللي هو اصلا انا قلت لهم انا ما عنديش وقت اعمل اي حاجه، اعملوا تعملوه. هم فاجئوني 100% انكلودنج انا هلبس ايه. انا ما كنتش عارفه اي حاجه. هم قالوا لي خلاص انت مطلوب منك تكوني في اليوم الفلاني في الميعاد الفلاني موجوده. قلت لهم اوكي. اولا كده ايه يعني على الهوا كده تعظيم سلام كبير لكل البنات صحابي الجدعان اللي عملوا لي من احلى ايام حياتي. الفرح كان شبهك في التفاصيل ولا حسيتي ان في حاجات ما ظبطتش علشان الظروف؟ كل حاجه كانت شبهي جدا في التفاصيل. الناس اللي عملوا لي الفرح شركه اسمها فيرتكس، عمر سالم وسيف صياد. الاثنين دول من اجدع الناس اللي انا اشتغلت معاهم. فهمنا بعض قوي قوي قوي. احنا كنا اتقابلنا قبلها مش عارفه بس كتير قوي، اتليست 8 شهور مثلا او حاجه كده. علشان انا قلت لهم انا داخله لام شمسيه باي عيشوا حياتكم. بس طبعا عملنا ميتينجز كتيره قوي، فانا واحمد لما كنا بنقعد معاهم بعيدا عن ان احنا حبيناهم جدا وبقينا صحاب قوي، هم شطار قوي وبتوع شغل، بيعرفوا يترجموا كل الحاجات اللي في خيالي يخلوها واقع. فاهمين جدا ده وبيساعدوني قوي ان انا to bring everything اللي في دماغي into life. ما فيش اي حاجه انا قلت عليها ان انا عايزاها هم قالوا لي جنان ده، لا خالص بالعكس هم بيتحمسوا يعني. انا بديلهم فكره مجنونه يقولوا لي يلا بينا هنعملها لك. فدي كانت شيء مريح جدا ان انت تكون حاطط ايدك في ايد ويدنج بلانر فاهمك ومتحمس معاك. لو رجعتي كاتبه الكتاب في حاجه كنت تغيريها؟ احب انه كان يبقى اطول علشان الحق ان انا اقعد وقت اكتر مع كل شخص. يعني كان في فتره كده جت حسيت انه في هجوم حصل، انه كنت ابقى مش مجرد بس بسلم هاي ميرسي مش عارفه ايه، بالعكس يعني انا حبايبي كلهم كانوا موجودين وعيلتي وعيله امي وابويا ويعني وكازنز وفاميلي واصحاب وكده، فكنت احب انه يبقى في مده اطول في الموضوع. طب انت اتخضيتي شويه من رد الفعل على اي حاجه؟ ولا اديت فهمته لحظه تركيز لاي حاجه او اي حد، وما سمحتش انه اي نوع من اي نيجاتيفيتي تلمسني يومها 100%. في الاخر انا ما عنديش اي مانع انه حد يعلق او يدي رايه او كده عن تمثيلي او عن ادوار انا عملتها او كده، بس انه حد يبقى متدخل في يوم فرحي انا بتاعي لا. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، الناس بتحكم بكل سهوله يعني وبيطلعوا القطط الفاطسه في كل حاجه، فحقيقي الموضوع كان اغلى واحلى واهم من كده بكتير عن ان انا اسمح لاي تدخل من اي حد. انا كنت مبسوطه يومها الحمد لله، وده خطوه كبيره جدا في حياتي ويوم مهم جدا في حياتي زي ما هو يوم مهم لحياه اي بنت في الدنيا. يا عم كبر دماغك. طيب بقى نتكلم بعد الجواز. اكتر حاجه كنت خايفه منها او بتسمعي ان في حوارات فيها في الدنيا الناس متجوزين وبتاع بس لقيتيها عاديه جدا؟ في فرق كبير جدا اما يكون حد بيتجوز وهو صغير versus انه حد يكون متجوز وهو عنده 37 سنه. الموضوع فعلا مختلف، الحسبات مختلفه والتفكير مختلف، حتى توتر العروسه بيبقى مختلف برضه. هو كل حاجه بتبقى very different. الواحد اما بيبقى واخد القرار وهو في عقل في الموضوع كبر دماغك عن حاجات كتير قوي، بتبقى اللي هو اصلا انت
عايز الدنيا تبقى سلسه اكتر، مفيش عنف على اثبات انا هثبت شخصيتي. تمام يعني اتس اوكي، يعني خدي الدنيا ببساطه شويه. بس ده درس شخصي انا اتعلمت، كانت اوريدي حاصله شويه من قبل ما اتجوز اصلا. فاي ثينك ان ده له دعوه بماتشورتي بتاعت الوقت الشخص. يعني اكتر من انه دي كانت تبقى نقطه التحول. يعني في دلوقتي فكره اللي هي نصايح للبنات. هقول لك دلوقتي على حاجات وانت قولي نصيحتك من خلال التجربه اللي انت مريتي بيها. اوكي. لو بنت بتجهز دلوقتي فرحها، ايه اول حاجه او نصيحه تقوليها لها؟ اعملي اللي انت عايزاه. في حاجات البنات بتتوتر منها قبل الفرح ومش بتستسهلها يعني. ما تتوتريش خالص، مفيش اي حاجه هتستاهل في الاخر ومش هتحسي بحاجه، الموضوع هيعدي في ثانيه. نصيحتك لاي بنت داخله على الجواز ومش عارفه تبدا منين؟ هتجوز مثلا شهر 2 الجاي، ابدا منين؟ حاسه تنصحي تبدا منين؟ روحي لحد يساعدك. ويدنج بلانرز اكسبيرينسد جدا، عدوا في التجربه دي مليون الف مره، هم اللي هيساعدوكي وهيقولوا لك بالظبط انت تبداي منين. امينه بسطنا جدا وانت بصراحه كنت احلى عروسه، والحلقه دي سبيشالي هي مهمه لبنات كتير قوي كانوا عايزين يعرفوا امينه عملت ايه، امينه خافت من ايه اللي حصل، عشان انت ما شاء الله كنتي مثال للعروسه الحلوه قوي قوي، بجد عرفت تحافظ على كل خصوصيه لفرحها، عشان كده الناس كانوا عايزين ينكشوا كده. يمكن لو عندي فعلا حاجه عايزه اقولها كنصيحه وانا عملت ده، كلمي مع جوزك. خلي جوزك يبقى متدخل في الحاجات، ما تطلعيش انت لوحدك. انتوا ده يوم بتاعكم انتوا، وده يوم مهم جدا لعلاقتكم انتوا. بدايه كده قدام الناس وقدام ربنا، انتوا واخدين خطوه في قصه الحب بتاعتكم. صونوا الحاجات الحلوه دي، ارجعي دايما لاساس الموضوع. ده يوم كنتوا، فخليكم ان انتوا تبقوا دايما كونكتد ببعض. ما تتسحليش في لون الورد ما طلعش نفس اللون، اصل السجاده عملت معرفش ايه، اصل الناس واقفه فين، اصل مين قفش على مين. مش مشكله خالص. فوكس على اللي بيحصل. خليكي دايما انت وجوزك واقفين مع بعض. يعني بلاش انت تتسحلي تروحي انت بقى تعيشي مع صحابك وبعدين هو كمان يروح يتسحل مع اصحابه، هتكتشفوا ان انتوا قعدتوا 4 ساعات اصلا مش واقفين جنب بعض. فاي ثينك انه دي من اهم الحاجات، ان انتوا تبقوا ماسكين ايد بعض. يعني والله العظيم دي خطيره، انت خطيره وبجد احنا بنموت فيكي، انت عارفه. ثانك يو سو ماتش ليكي على الحلقه الجميله دي. ثانك يو، باي باي.